السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم لاباس ومهنيين. اليوم طليت عليكم بواحد الشريبه ما شاء الله، شريبه بنينه عسل، شوربه عاصميه بيضه بنه عالميه. صدقوني هذا الفيديو للي ما يحبوش الشوربه الحمراء ولا عندهم مشاكل في المعده، اليوم جبت لكم هذه الشريبه راهي ليكم. ما عليكم غير تتبعوا الفيديو من الاول للاخير، وما تنساوليش هذيك الجيم والاشتراك في القناه، تفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد نتاعي. نصلوا ونسلموا على رسول الله ونبداو بسم الله على بركة الله. عندي هنا انا جبت الطنجره نتاعي ولا القدره ولا فاش رايحه نطيبي الشريبه نتاعك. يعني شريبه سهله مهله بسيطه، ما فيهاش كامل مكونات بزاف ولا فيها مقادير بزاف ولا معقده، يعني بصح البن نتاعها هبال. هنا في الطنجره تاعي ولا في القدره درت 3 مغارف كبار معمرين مليح نتاع الزيت. الشريبه كما نعرفوا تحب الزيت. هنا درت لها مغرفه كبيره نتاع سمن حيواني، تقدري ديري السمن العادي كيما تحبي. درت الاطراف تاعي تاع الدجاج، شوربه تحب شوربه بيضاء تحب الدجاج، درت لها اطراف تاع دجاج واش عندك وعلى حساب العائله نتاعك. هنا كنت رحيت ديجا 2 حبات نتاع بصل، رحيتهم مليح في الاشوار، رحيتهم حتى ولاو قريب يولوا ما. من بعد هنا درت لهم الملح، كزبر مرحي، فلفل اسود، راس الحانوت الابيض طبعا كاين اللي احمر، ودرت شويه نتاع الكركم. هنا مادام عندنا شوربه بيضاء رايحين نديروا لها توابل اللي تكون بيضاء، يعني ما نديرولهاش توابل حمراء باش الشوربه تاعنا ما تجيناش حمراء، يعني نقولوا حمراء بيضاء وهي تجي لها حمراء، لا لا. درتهم يتقلاو وغلقت على القدره تاعي ودرتها تقلى فوق النار. هنا جبت حبه تاع بطاطا صغيره ربيتها، درت لها كمشه نتاع المعدنوس، وهذيك البطاطا اللي ربيتها رايحه تعطي لي هذاك كيفاش نقولوا حنايا هذيك تقل للشوربه نتاعي، يعني تجي شويه فيها شغل نشا. حنا الشوربه تاعنا ما راح نعقد، مش راح نديروا لها فارينه ولا باش تجينا خضراء. هذيك الحبه نتاع البطاطا هي اللي رايحه تخسر لنا المرقه نتاعنا ولا الشريبه نتاعنا. هنايا كي ديروا البطاطا وتبداو تقلوا فيها البطاطا، ما تغفلوش عليها لانه البطاطا راهي فيها نشا وتلصق، تسمى لازم شاك فوا تحركوها. من بعد ما تتقلى معاكم مرقوها وتغطيو عليها وخليوها تطيب حتى تشوفوا المريقه نتاعكم ولا الشريبه نتاعكم طابت. هنايا في هذيك الاثناء انايا رحت جبت مع الفرميسال اللي رايحه نديرها، انا ندير شوربه فرميسال بيضاء. المهم هنا جبت الفرميسال راح نكيلها قدامكم بالملعقه. ني درت 5 مغارف كبار معمرين تاع الفرميسال، يعني الفرميسال كما نعرفوا تتنفخ تشرب وراح دير لنا كميه ما شاء الله، يعني توكل عيله الله يبارك. المهم هنايا درت هذيك الفرميسال، درتها فوق النار باش نحمصها. علاش نحمص الفرميسال نتاعي؟ الفرميسال تاعي كي نحمصها ونحطها في الشربه ما رايحاش تطيح، رايحه تبقى شاده روحها، وكي نحمصها ما نخليهاش تكحال، يعني تكون بهذا اللون الذهبي، يعني تصفار تولي اللون تاعها دوغي. من بعد كي طيب الشريبه نتاعي ولا نشوف هذاك الدجاج طاب الشريبه تاعي عقدت، هنا درت الحميصه وكنت الحميصه ورميت هذيك الفرميسال معاهم ونخليها طيب، يعني ما تطيبش بزاف. وبما انه ما مطيب وتغلي هذوك ال10 دقائق نخلوها 10 دقائق، ما راحش تطيح معانا، راح تبقى شاده روحها لان حمصنا هذيك الفرميسال. والفرميسال كي تبقى لكم الشوربه زعما ما تحبوا ديروها في المجمد، كي تعاودوا ديكونجليوها رايحه تبقى هي يعني كي تحمسوها راح تجيكم بزاف بنينه وبزاف شابه. قبل ما نرمي الفرميسال انا كنت نحيت ديجا غراف نتاع المرقه، درت فيه صفر بيضة ودرت فيه 2 مغارف نتاع عصير ليمون، ماشي معمرين بزاف فايضين بتجيناش قارصه، يعني 2 مغارف عادي تاع عصير ليمون. تحبوا ديروا مغرفه فقط ديروا، الا درتو كميه قليله ما ديروش بزاف. ودرت معاهم هنا شويه نتاع المعدنوس، هذا اللي رايحه نزيد نكمل نعقد به هذيك الشريبه نتاعي باش تجيني بزاف عاقده. هنايا راهي لاباس بها ونخلوها تشرب راح تجينا يعني عاقده، ولكن كي نزيدوا لها هذاك صفار البيضه راح يزيد لها في البيوضيه ويزيد يعقدها ويزيد لها البنه مع العصير تاع الليمون والمعدنوس راح يزيد لها بنه. نخلطوا مليح هذاك صفر البيضه لداخل غير تبدا تبقبق ريحه تغلي، نغلقوا عليها نطفوا النار ونخلوها لحين التقديم. هنا كيما شفتوا خليت فيها المرقه، يعني ما نحيت ما خليتهاش حتى شربت. من بعد
لو طون اللي توصل باش تسربيوها تلقاوها عقدت وشربت كيما راكم تشوفوا كيما راني نسربي فيها، يعني تشرب معانا وتعقد وتولي شوربه ما شاء الله. يعني لو كان تخليوها حتى تشرب بعد كي تجيو تحطوها راح تلقاوها مشربه، يعني تلقاوها شربت بزاف. يعني خلو فيها شويه تاع المرقه هكذا باش كي تشرب تجي سوا. وانا كنت درت معاها البوراك في هذاك اليوم، يعني كنت درت كميه كبيره تاع البوراك لولادي باش يشبعوه على ضربه. هما كي ياكلوا شويه يقول لك علاش درتي لنا غير شويه، يعني درت لهم كميه كبيره باش ياكلوا حتى يشبعوا. هنا هذه هي الشريبة تاعي، شوفوا كيفاش راهي ما شاء الله خرجت شريبة بيضة عاصمية بنة عالمية رائعة جدا ما شاء الله. منها ان شاء الله تجربوا الوصفة وتعطوني رايكم فيها. هذه هي لا فيديو تاعي تاع نهار اليوم والشريبة تاعي تاع نهار اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها ولو بالقليل. نشكركم جميعا على المشاهدة، نلتقي ان شاء الله في فيديوهات قادمة بإذن الله تعالى. مع السلامة حبيبتي والسلام عليكم ورحمة الله.